السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتي. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد بحول الله وشكرا. قررت القناة الثانية دوزيم إيقاف الإعلامي وديع دادا عن تقديم نشرات الأخبار وإعفائه من مهامه كرئيس للتحرير اعتباراً من 21 من أكتوبر الجاري. النقابة الوطنية للصحافة المغربية سارعت إلى إصدار بيان أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع وديع دادا، معتبرة أن هذا القرار يمثل استهدافاً للعمل النقابي داخل القناة. وأدانت النقابة القرار واعتبرته جائراً وتعسفياً، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو ترهيب الصحفيين وثنيهم عن الانضمام للنقابة. وأوضحت النقابة أن توقيت اتخاذ هذا القرار يثير تساؤلات حول محاولة قمع أكثر من 100 صحفي وصحفية يعملون داخل القناة، ووصفت التصرف بأنه أرعن. ودعت المسؤولين داخل القناة إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق لتوضيح ملابسات هذه القرارات. كما أكدت النقابة استعدادها لخوض معركة مفتوحة ضد الفساد داخل القناة، داعية المدير العام والرئيس المدير العام للشركة الوطنية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات التي تلحق ضرراً بسمعة القناة داخلياً وخارجياً. قرار توقيف وديع دادا جاء بعد فترة قصيرة من تشكيل تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقناة الثانية، ما دفع النقابة إلى وصف القرار بأنه انتقامي.